مساء الخير وأهلا وسهلا بكل يلي عم يحضرنا. اليوم رح جهز أنا وياكم هيدي الأكلة، لوبيا بزيت. لوبيا بزيت أكلة كتير مشهورة عنا بلبنان، فينا نعتبرها مين ديش، أكلة رئيسية على الغدا. نقلي معها هيك صحن بطاطا مع شوية خضرة، وفينا نعتبرها كمان ميزة لأنه هي عادة ما بنعمل على جنبها رز. ففي ناس ما بتعتبرها أكلة رئيسية لأنه ما حتكون بتشبع لوحدها، مع إنه بناكلها بالخبز، يعني بالخبز العربي. على كل حال هي بسيطة كتير وما بدها كتير قصص، بس أنا على طريقتي بزيد لهيك يعني شغلتين صغار بتغير لها بطعمتها. أكيد بدنا نجيب اللوبيا، بدنا نقمعهم ونقطعهم مثل ما فرجيتكن. كيليين لوبيا استعملت لهم 4 أو 5 حبوب توم بكفي. بنفرم التوم فرم صغير صغير، وبنستعملهم 3 بصلات كمان فرم صغير. منجهز الثوم والبصل مفرومين ومنحطهم على جنب، وبهالوقت بنكون غسلنا اللوبيا كمان وتركناها لحتى تنشف، ونكون غسلناها منيح منيح. بالطنجرة اللي بدنا نطبخ فيها ما رح نعوز أكتر من طنجرة واحدة، ما رح نوسخ كتير جلي. رح نحط فيها البصل مع شوية زيت نباتي وشوية زيت زيتون، ونتركهم يدبلوا شوي على النار. وعلى جنب منجيب للكيليين لوبيا، جبت كيلو بندورة حمرا كتير كتير. فينا نبرش البندورة على المبرشة، بتطلع كتير طيبة، بس بما انه في عنا يعني ميكسر، خلص نفس الشي يعني نفس النتيجة. في ناس بتقشر البندورة وبتبرشها، أو بتقشرها وبتفرمها هيك يعني بتعصرها. نفس الشي هلا لما عم نعملها على الماشين هون، عم بالقشر يعني كله عم بيروح فيها ومنه مأثر. وأصلا في ناس بتعمل يعني البندورة بتقطعهم قطع صغيرة وما بتبرشها ولا بتعصرها. فأنا طريقتي بعصر دايما، بستعمل الميكسر لأنه أسهل وأسرع. مثل ما شايفين البصلة هون ما بدي حمرها أبدا، بدي أتركها بس هيك يعني تصفر شوي صغيرة. ودايما بنحط البصل قبل الثوم، لأنه الثوم إذا حطيناه بالأول دغري رح يتحمص، رح يصير لونه بني، وهيدا الشي يعني بصير قريب يحترق، بدنا نشيله دغري. هلأ المكونات اللي أنا بضيفها من عندي: معجون الفليفلة الحار أو الحلو حسب شو موجود عنا. أنا عندي دبس الفليفلة الحار، بحب نكهها بالحار. وعندي دبس البندورة المشغول على الإيد، أو شراب البندورة أو مربى البندورة، مثل ما أي حدا يعني بسميه، مثل كل بلد ما بتسميه. حضيفهم مع البصل والزيت وقليهم مع الزيت. دايما شراب البندورة بس قليه مع الزيت طعمته بتطلع كتير أطيب، بتختلف جدا عن ما أني حطه بمية البندورة. والزيادة اللي حضيفها من عندي هن مكعبين، هيدوري لا مرق لحم ولا مرقة دجاج. هيدي عبارة عن بصل وبندورة، خلطة بصل وبندورة. إذا وجد كان موجود عنا منه، في بتلاقوه منه بالسوبر ماركت، كتير طيب وبيعطي نكهة طيبة. هو عبارة عن بصل وبندورة مجففة يعني. منضيفهم لإلها كمان هيك يعني بدل بهارات أو شي. عادة ما بحط لها ولا أي نوع بهار. بس عملت هيدي الخلطة، رح نزيد عليها اللوبيا ونتركها تتقلب شوي، وتتقلى مع البصلة على النار لحتى هيك تدبل شوي وتبلش إنها تستوي. ما رح حط هلأ البندورة، بدي خليها تتقلى شوي مع البصل. مننزلها شوي شوي ومنصير نحركها لحتى كلها توصلها الزيت. رح قلبها منيح وارجع غطيها واتركها على نار واطية حتى ما تلدع وتحترق. على نار واطية تستوي هيك على مهلها. هلأ من بعد ما دبلت بهالطريقة بهالشكل اللي شايفينه، صارت جاهزة إنه زيد البندورة. مننزل البندورة ومنخلطها منيح. كمية البندورة إذا حسيناها إنه كتيرة، ما تخافوا، ما تفكروا إنه كترنا بندورة، لأنه هيدي المي بدها تشربها اللوبيا وتستوي منها، لأنه نحن ما رح نزيد لها ولا كباية مي، بدها تستوي من مية البندورة. من بعد ما زيد البندورة الكمية كلها، رح غطيها واتركها على النار تقريبا نص ساعة. مثل ما شايفين هيدي البندورة كلها المي اللي إلها رح ترجع تنشف، ما رح نتركها مرقة يعني. حطيت كل كمية البندورة ورح غطيها تغلي على مهلها على نار واطية، وكل شوي كل شي على 5 دقايق 10 دقايق بحركها شوي، وبتركها نص ساعة تغلي.
متل ما قلنا بس تغلي منغطّيها وكل هيك شي 10 دقايق بحرّكها شي نُص ساعة لتخلص، بتنشف ميّتها وبتصير هيك وبتصير جاهزة للأكل. متل ما قُلت لكم هيدي الأكلة يعني فينا نعتبرها مازة، مُقبّلات مَنّا أكلة رئيسية وفينا نعتبرها أكلة رئيسية. وهيك صارت جاهزة معنا للغدا. نحن اليوم كانت هيدي أكلتنا الرئيسية لوبيا بزيت مع بطاطا مقلية وصحن فتوش. بيكون غدا ما فيه لحمة ولا دجاج، بسيط وطيب كتير. بنصحكن تجربوه على طريقتي، وإذا حبيتوها ما تنسوا تعملوا لنا لايك وسبسكرايب، وانطروني قريبا بطبخة جديدة.